والدنيا حارة ولازم نبرد قلبنا. والأمر متروك لرب السماء، أو يجوز أساساً ما يقبلون إنه ينشر. صباح الخير. أكيد راح تتفاجئون من عيوني كلش مورمة وقامت تحرقني، يعني مأذيتني كلش، لأنه قضيت الليل كله أتابع الأخبار وأبكي. بصراحة أي واحد يعني مستحيل تمر عليه مر الكرام هذه الأحداث اللي دا تصير هسه. فأنتم ما متعودين علي أنه أطل عليكم وما أعطيكم طاقة إيجابية وكلام حلو، لكن هذا اليوم هو يوم غير عادي، غير مسبوق، مخيف، مرعب. بالرغم من أنه تجينا تحذيرات هواية على عدم النشر، وقنوات هواية انحثت إلى أنه أنا هذا الشيء ما يهمني بعد هذه الأحداث اللي صارت. لازم واحد يثبت ويثبت موقف للتاريخ، أقلها باكر عقبة من نكبر أولادنا يعاتبونا. أكيد شيء طبيعي، ليش ما ثبتي موقف ماما على هذه الأوضاع اللي نمر بيها؟ في اليوم اللي يضوج يسمع كلام سلبي اتفضل، بس اللي يريد يثبت وجوده كعراقي مساند لقضية متعبة، فعلا متعبة، قضية مخيفة أربكت كل العالم. الليل كله أنا قاعدة وأشوف بهذه المقاطع المخيفة اللي تقهر، أبكي، عيني ورمت الصبح، قعدت ما أقدر أفتح العيني، فقلت لازم أنزل على الأقل مثل ما يقولون نحصل رحمات على كل أرواح الناس اللي راحت الأبرياء. إضافة إلى أن الأخبار تقول إلى أن العراق أيضا مهدد حسب ما يقولون إلى حرب جديدة، وإحنا العراق مثل ما يقولون مثل الطماطة بكل شيء حاطينه. نسأل الله إن شاء الله الأمن والأمان والستر والرحمة والخلود لكل الشهداء. الحياة راح ترجع طبيعية، أنا الفيديو اللي جاي راح أرجع حياتي طبيعية جدا، لكن تبقى النخصة والقهرة والأحزان موجودة في قلبنا. الحياة ترجع شيء طبيعي، لأن هاي سنة الحياة، يعني إحنا ما نقدر نبقى على نفس هذا المنوال، لكن تبقى قلوبنا ودعواتنا إلهم. هاي أقل ما يمكن إنه إحنا نقدمه. يعني يقول لك تسكت ياكلك القهر، تحكي ماكو أي نتيجة، مع كل الأسف ماكو أي نتيجة. هاي بداية الحرب العالمية الثالثة اللي كلهم قالوا عليها إنا لله وإنا إليه راجعون. بالبداية إذا بعد ما نشرت يعني معناتها الصفحة طهرت، لأنه ممنوع النشر. اللهم نسألك صلاة من عندك وأنت رب جبرائيل وإسرافيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. انتهت حلول الأرض والأمر متروك لرب السماء، أو يجوز أساسا ما يقبلون أنه ينشر، بس لازم واحد يثبت وجوده. يارا سألتها الصحفية شو تريدين يارا؟ بدها هدنة لتروح لبيتها. طفل مسكين يرجف رجف. الصحفي يقول له شو مالك يا ابني؟ عمو أنا كتير خايف وبرجف، خفت كتير كتير، أمي وأبي ماتوا، ما عندي حدا، هلا وين أروح؟ منال استشهدت وهي حامل بالشهر السادس وما زال الجنين في أحشائها. حنان مخطوبة بن محمود ماتت ومات محمود، ولم يلتقوا بعد تلبيس الحلقات. طفلة بدنا هدنة، وهذا الحال مش حلو كمان، أنا بنت شهيد. كلام طفلة صغيرة فلسطينية تقول الوضع كتير بيخوف، قاعدين بدمرونا، والشهداء كتار كتار، خايفة 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 كتير. الأم بتصرخ وبتقول الأولاد ماتوا بدون ما ياكلوا، وهي شبه مهسترة، وطفل قاعد يم أبوه يستنجد بأبوه ويبكي، والأب قاعد يبكي يمه.
البنت بتبكي وبتقول هاي أمي، والله أمي عرفتها من شعرها، وهذا أبي عرفته من إيده، وين أروح؟ ما عاد عندي حدا، كلهم ماتوا. وزارة التربية غلقت جميع المدارس لموت جميع أطفال غزة. اللهم إني أتبرأ إليك من هذا الموقف المخزي يا رب، يا رب. أخيرا يا عرب على ورق، يا عرب على ورق، صرنا نحتاج المجهر كي نرى عروبتكم يا عرب على ورق. وفي النهاية أقول إن قضية فلسطين انتهت وبيعت، وقد تنازل عنها كل حكام العرب، لكن كشعب عراقي متضامن مع القضية الفلسطينية لازم كل شخص يبين موقفه ولو بشي قليل حتى يبقى للتاريخ موقفه مشرف. منتجاتنا تخبل، منتج واحد بظرف 10 دقائق راح يسوي الحمام يخبل. حمامنا دائما اللي نستعمله جوا يعني استعمال خفيف، ما بيغسل، يكون دائما نظيف وحلو لأن إيدنا بيه. أما الحمامات اللي نسبح بيها بسبب تكدس الصابون والشامبو والتايد فأكيد راح تكون عنده تكلسات كلش قوية، نغسله بمنتج واحد ما نتعب نفسنا. أما الحمام اللي نغسل بيه واللي نغسل بيه هدوم واللي هوسة وهوسة، الله مصيبة هذا الحمام. راح تجي له تعليقات أي شنو حمامك، راح أقول لك أنت صاحية بيك حيل تغسلين الحمام. يعني والله فقراتي ما ممكن أجازف وأغسل الحمام بإيدي، فأخليه كل 2 و3 نرش عليه بخة بسيطة من هالمنتج الأصلي، يعني مدللة نفسي ومبغددة نفسي بدون ما تعب نفسي. برشة من هذا المنتج راح يصير حمامي ولا أروع من عنده. هذا إهداء مني إلى كل الناس اللي عندهم فقرات، أقول لكم لا تتعبون نفسكم ولا تدوخون نفسكم. رشة بسيطة من هذا المنتج على الحمام اللي بيه تكلسات، الصابون والزاهي، نغسل الهدوم هنا، سدوا الباب عليه 40 دقيقة. بعد 40 دقيقة تعالي وراح تشوفين المصايب هنا، انتي راح تتونسين كلش، راح تتونسين. ليش؟ لأنه راح تشوفين شلون التكلسات مال الحمام راح تنزل مثل ما تشوفون. صوندا من المي الإسالة إذا كان قوي، وإذا عندكم فارة مثل ما سوى أبو حمودي ربي يحفظه ويطول بعمره. وخلاص هذا هو. لاحظوا هسه شلون بدت التكلسات تنزل، وهاي إذا تجين بالسيم وبالجلف كلش مؤذية وما يطلع مستحيل. لاحظوا شلون بد شي كلش حلو، أصلا يسوي واهس إنه واحد ينظفه. المهم تلقوه بكل المحلات اللي تبيع منتجات داستيب. اللي عندهم مشاكل بالصدر لا يستعملوا، خلي أحد هو اللي بخلهم إياه بالحمام لأن ريحته كلش قوية. بما أنه هي ريحته كلش قوية إذا مفعولة يخبل وراح ترتاحين كلش، وراح يبقى الحمام نظيف. كل 2-3 تسووا لكم تنظيف وعمل شعبي عليه وينزل وخلاص. هذا هو، وهذا شكل الحمام من دا ننظفه. شوفوا انتوا قدامكم شلون دا تنزل التكلسات، سهل، ما يحتاج تعب، ما يحتاج مجهود. حتى الإنسان الصاحي أكيد ما يحب إنه يتعب نفسه، شي طبيعي. فمع هذا المنتوج السحري وراح يجون دعاية أي والله دعاية، والشركة مال أهلي دا أسوي دعاية. يابا ترى اللي متعلم يساعد الناس ويفيد الناس ما يهمه، يستمر. فاحنا نريد نفيدكم، نريد نساعدكم. يا دعاية يا عيني، شلون وياكم انتو؟ شوف الحمام رجع جديد يخبل حلو. خلاص هذا هو منتج واحد بظرف 10 دقائق راح تحصلين على حمام جديد يلمع، سيراميك يرجع مثل قبل وأحلى. أصلا تقولين بعد ما فوت لهذا الحمام حرامات لأنه تنظف. وخلاص هذا هو صار الحمام بلادي.
ما أخذ من وقتنا القليل. أنبه على معلومة كلش قوية: الريحة شوية مؤذية، لا تستعملوا اللي عندكم مشاكل بالصدر، عندكم أحد بالبيت هو اللي راح يستعمله. أما المنتج فهو هذا HG، احنا نطلعيه هواية بالقناة، بس اليوم بما أنه سوينا الحمام فقلت خل أفيد الناس اللي ما تعرف بيه. موجود عند كل محلات داستي تحديدا، احتمال أكل مغشوش، فأنتوا روحوا على الأصل، يعني على محلات اللي تبيع منتجات داستي. والدنيا حارة ولازم نبرد قلبنا بشي حلو يرد الروح. إذا تركتي ليلة وحدة يا ويلي يا ويلي يا ويلي، أعطيك وعد ما راح تتركي ليلة وحدة، لأن أكيد العصابة اللي بالبيت ما راح يخلوك. يلا تعالوا نشوف اليوم الطريقة سهلة ما بيها كل شي، تشجيع حتى تاكلون أحلى حلويات. بس احنا شنو عندنا؟ عندنا جيلي أحمر، أصفر، برتقالي. راح ناخذ أول باكيت واحد من الجيلي، كوب واحد من المي الحار المغلي، ونص كوب، وتمام. خليه ونخوطه بهالطريقة إلى أن الجيلي كله يموع. ايه يلا نتوكل. بسم الله الرحمن الرحيم. نديره فد شي غميج إلى أن يبرد. من تشترون حبايب قلبي تنتبهولي على الإكسباير، لأنه مع الأسف الجيلي هواية إكسباير بيه. جوز أبو المحل ما منتبه نطيه الحق بهالشي، بس إحنا نباوع. وهذا الكوب وهذا النص كوب. بسم الله الرحمن الرحيم. جيلي الفواكه نكمله على نفس الطريقة. هسه الجيلي برد، واني هذا أبالي لونه يطلع برتقالي، طلع لونه هم يعني بيه حمار. هسه بسم الله الرحمن الرحيم نقصه على شكل مربعات. تمام. ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني كلش حلو من يصير بشكل مربع مثل ما تشوفون. شوفوا كلش حلو. المهم نبدي هسه على بركة الله نوزع على كاسات، قلاصات، شوفوا انتو شنو عندكم حبايب قلبي وتوزعون عليها. وزعنا الجيلي مثل ما تشوفون. راح نبدي نسوي الكاستر. كوب ونص، كوب ونص، ملعقة أكل كبيرة من الكاستر، ملعقة أكل كبيرة من الشكر، ملعقتين كبار من الحليب. هذه واحدة وهاي الثانية. طبعا أكيد نخلطهم على البارد ونروح على الطباخ. ونخليه على الطباخ لحد ما يسخن. بين ما يصير الكاستر على النار، حبوب الشيا كلش طعمها طيب. بعد ما نقعتها بشوية من المي تقريبا حوالي فد ربع ساعة، نخليها على الكاستر والجيلي. طعمها كلش طيب، تعطي طعم الجيلاتين وبنفس الوقت مقرمشة. أكيد تعرفون فوائدها كلش قوية من ناحية القيمة الغذائية اللي تخليها. هاي طبعا فالشغلة كلش اختيارية، لكن وجودها فشي كلش حلو إذا خليناه ويا الكاستر والجيلي. بسم الله الرحمن الرحيم.
هاي يقول لك برد قلبك يا ولد. عيني احنا صدق هسه راح نبرد قلبنا. شوفوا المنظر شقد حلو. والاخير متعودين عليه شو اقول لكم؟ لا ما راح اقول لكم سهمنا وسهمكم العافية الى ان تسووها. شغلة بسيطة كنا نسويها بس تغيير بالشكل ليس الا. بس اكيد بردي قلبك وقلب الباشا والزعاطيط وتاكلوها بألف صحة وسلامة ان شاء الله.